السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله الفيديو ديالي يلقاكم كامل بخير بصحه جيده يا رب. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم اجواء العرس من البدايه حتى نهايه، عرس قبائلي في الدار. حبيت نشارك معكم كامل واش حضروا من البدايه حتى النهايه. اول شيء حبيت نبارك للعرسان، نقول لهم الف مبروك. ربي يهنيهم ان شاء الله، ان شاء الله حياتهم كلها افراح. وربي يرزقهم بالذريه الصالحه والعقوبه اللي ما زالوا ان شاء الله. اذا هنا كما راكم تشوفوا كانوا يحضروا في الغداء للعائله فقط، يعني ما كاش الناس بزاف، مازال ما جاوش هنا يعني داروا غداء خفيف. هنا واش دارت مولات العرس؟ دارت بطاطا بلاصوص بالجلبانه، يعني يشبه الكباب، لكن في هذا الطبق يعني هي دارت طماطم تاع الحب رحتها، وثاني دارت فلفل عكري. هذا واش يعني يخالف هذا الطبق عن طبق الكباب، يعني بهذه الطريقه ثاني جاء روعه، يعني بنين بزاف، عجبهم كامل. يعني اللي كلا كامل من هذا الطبق قالوا لها كامل بنين، واش درتي فيه، كيفاش حضرتيه. هي هنا واش دارت؟ قلت البصل مع الدجاج، وثاني درت ليزيبيس فلفل كحل، درت راس الحانوت، ودرت ثاني فلفل عكري، درت الثوم الملح، قلتهم مع بعض مليح، زادت الطوماطيش تاع الحب مرحي. هنا ثاني قلت البطاطا، كانت يعني كانوا يطيبوا البطاطا من جهه، ومن جهه واحده اخرى راهي واحده تقشر ثاني البطاطا، يعني داروا كميه مليحه. كما على بالكم كيكونوا بزاف شويه غاشي، صافي لازم كميه كبيره. وهنا ثاني دارت المسفوف على الطريقه ديالهم، درت البصل مع الدجاج قلتهم كامل، زدت زرودي مقطعه مربعات صغار، زادت حميصه ومرقت، وخلت هذيك لاصوص الطيب، وثاني فورت الكسكس، وزادت فورت بطاطا قطعتها كامل ثاني مربعات صغار، وطيبت البيض. هكذا كي طاب هذاك الطعام، وهذيك الحمص والبطاطا والزرودية، يعني صفتهم كامل من هذيك الطاقة، وفتت كامل الدجاج وخلطهم مع بعض هكذا مع البيض، يعني جا روعة. هذا المسفوف دهنوا برك بزيت الزيتون، يعني طبق خفيف وصحي وبنين بزاف. هذا الطعام معروف في المنطقة، يعني يديروه بزاف كي يكون عندهم هكذا وليمة. ويديروا ثاني طعام يسموه سيسو مترسل، يجي الكسكس يجي خشين شوية، ولا طعام تاع الوعدة. اذا هنا هذا هو الغداء بعد ما وجد هذيك البطاطا والجلبانه، ثاني كانت درت الرز ما صورتش، وهذاك الطعام ثاني جاء روعه. يعني بعد هنا بعد ما تغداو كامل، يعني راحوا يخدموا الدواره. هنا جابوا دواره تاع البقري. هنا واش داروا ثاني؟ نقاو كامل الدواره وقطعوها كامل باش يطيبوها للعشاء ان شاء الله. صافي احنا القبيل واش نديروا العشاء، نديروا الدواره ولا البوزلوف، كل واحد واش يدير، المهم دواره كاينه. وغدوة من ذاك يديروا الطعام مع شوربة فريك. حاجة المليحة في هذا العرس الجيران، يعني الله يبارك ما شاء الله عليهم، كل واحد يدير يدو بلا ما تقولي له أرواحي عاوني ولا أي. الجيران كامل نساء يجوا يقولوا لي مولة العرس واش راح نعاونوا، قولينا واش راح نديروا، يعني بلا ما تعرضيهم بلا والو، يحبوا يتعاونوا فيما بيناتهم. هنا بعد ما نقاو كامل هذاك الدواره، جات واحده جاره ديالها، يعني قالت انا راح نطيب الدواره. قالت لهم انا موالفه نطيب الدواره في الاعراس ديالنا
لها قالوا لها طيبي يعني كيما تحبين. هنا واش دارت يعني مام هاد الدوره خرجت روعه، يعني عجبت كامل اللي كلاو منها، قالوا لها بنينه. هنا كما راكم تشوفوا جبت قدره كبيره درت فيها الزيت والبصل قطعته كامل الصغير كما راكم تشوفوا. درت البصل يتقلى، ضفت التوابل. هنا التوابل قالت بلي هي دير فلفل كحل، فلفل عكري، عندها راس الحانوت، تضيف الكمون، وثاني درت شويه غير على راس مغرف الزنجبيل، وزادت الكرويه. يعني قلات مليح هذاك البصل. بالنسبه للفلفل العكري درت كميه يعني مليحه هكذا باسكو قلت يبنن الدواره. راني يعني نقول لكم على الطريقه ديالها كيفاش طيبت هذه الدواره. يعني عجبت الكامل اللي كلاو منها، قالوا لها كامل بنينه. قلت نصور ونبارطاجيها معكم كي يكون عندكم هكذا عرس ولا وليمه، كي ديروا يعني الدواره ديروها بالطريقه ديالها يعني تجي روعه. هنا كما راكم تشوفوا بدات غير تقلي هذاك البصل، قلاته يعني مليح. كما نقولوا دائما سر البنه تاع الماكله هو القليان. هنا كي تقلى هذاك البصل مليح ضافت طماطم حب مقطع كامل الصغير، وضافت ثاني زعتره، وضافت ثاني ارنت، وزاد قلتهم مليح مع بعض. وهنا ثاني ضافت طماطم تاع العلب ثاني. يعني هذا العرس عرس يعني رائع هكذا بالتشرى، يعني فيه واش فيه حاجه المليحه هما الجيران كي يتعاونوا فيما بعضهم، يعني يجوا يعاونوا ما تحسيش كامل بالتعب، العكس راح يعني تنحي على خاطرك، راح تضحكي، راح يعني تحسي بالفرح تاع العرس. هنا ثاني ضافت الدواره بعد ما غلتها قبل في الماء، وقالت ثاني راح نضيف زروديه مع الكورزيت. قالت لهم قشروا لي زروديه وقطعوها دوائر، وراح تضيف ثاني الحمص. يعني هذه هي الطريقه ديالها. بصراحه هذه الدواره جات بنينه بزاف، يعني كامل كما قلت لكم كامل الناس تاع العرس عجبتهم هذه الدواره وكلاوها كامل. هنا بعد ما يعني قلات مليح الدواره راحت مرقت القدره ديالها، ما دارتش بزاف تاع الماء. قالت لازم تجي هذه الدواره تجي عاقده، ما تجيش شورورو باش تجي بنينه. هنا راني صورت لكم بعد ما طابت الدواره كيفاش تجي، يعني جات روعه، تجي هكذا يعني خضراء شويه. وهنا رحنا خدمنا الدجاج. كان يعني هذا العرس داروه بالدجاج، يعني جابوا كميه كبيره تاع الدجاج وقد اكثر من 500 كويس تاع الدجاج. هنا واش درنا يعني كاين بزاف تاع النساء تاع الجيران جمعوا كامل، نقاو كامل هذا الدجاج من هذاك الريش الصغير، ومن بعد شوطنا الدجاج. هنا كل وحده يعني شاده حاجه تخدمها، وحده راهي تنحي هذاك الريش الصغير، وحده تنحي هذوك الزوائد، وحده راهي تشوط، وحده تغسل، وحده راهي دير الملح للدجاج باش شغل تغسل هذاك الدجاج يعني تنقيه مليح. يعني كل وحده والخدمه ديالها هكذا، يعني تعاونوا كامل انسى باش يعني يخدموا هذاك الشغل يعني في وقت قصير. شوفوا يعني هذه كميه صغيره برك، مازال كميه كبيره تاع الدجاج خدموه كامل. يعني واحد الموفمون، واحد ما على باليش كيفاش نعبر لكم عن هذا العرس، يعني ما شاء الله. يعني كل وحده راهي تخدم بالنيه تاعها. هذه هي الحاجه المليحه في هذا العرس، يعني يتعاونوا الجيران بلا ما تقولي لهم ارواحوا عاونوني، ولا كل وحده يعني تجي تقسم ولا العرس تقول
تقول واش تسحقي، واش حبيتي نعاونك، يعني فيهم هذا الحاجة المليحة. هنا في الليل يعني كانت زوج تاع الصباح عندهم واحد العادة، هاد الدشرة يديروا السفنج. هنا يعني يديروا كمية كبيرة تاع السفنج، لازم يطيبوه وقت الفجر، يعني صباح كي يجوا الناس يحطوا هذاك السفنج، يحطوه وهو سخون، لازم يطيبوه في الليل. صافي هنا راهم يعجنوا في السفنج، يعني داروا كمية كبيرة، كاين واحد 3 ولا 4 نساء راهم يديروا هكذا السفنج، وصباح راح يطيبوه. مام يعني كاين الحمد لله كاين كل انواع الكاطو، بصح السفنج لازم يكون حاضر في هذا الدشرة، لازم شغل حاجة اساسية في العرس ديالهم، لازم السفنج. يعني ما من الناس اللي جاو يعني جابوا كامل الكاطو، كل واحد جاب سنيوه تاع الكاطو معاه، كاين يعني الخير، بصح السفنج لازم يحضروه. هذه ثاني حاجة مليحة، مازال محافظين على التقاليد ديالهم، التقاليد تاع الاجداد ديالهم. صافي هذا السفنج من العادات ديالهم، قعدوا هكذاك يعني محافظين عليه. هنا سقسيتها على السميد اللي درتو، قالت لي استعملت سميد جواد، يعني صراحة جا هذا السفنج جا خفيف، جا روعة، راح تشوفوه يعني في الفيديو معايا. اشوفوا ورانا كتخدم هكا. هنا وقت الفجر بداو يطيبوا هذاك السفنج بعد ما اختمر كما راكم تشوفوا، يعني كانت نساء تاع الجيران قعدوا حتى الفجر باش يطيبوا هذاك السفنج، يعني طيبوا كمية كبيرة كما راكم تشوفوا، يعني جا روعة السفنج ديالهم. يعني حبيت نشارك معاكم جميع اللقطات، بصح ما صورتش بزاف، صورت غير شويه. كما على بالكم عرس يعني فيه شغل بزاف. وهنا كي طيب كمية تاع السفنج يديروها هكذا في الكسكاس باش يعني تقطر كامل من هذيك الزيت. من بعد فرشنا كامل هذاك السفنج فوق ورق مصاص هكذا باش نقصون كامل من الزيت الموجودة في السفنج. وهذا هو السفنج كما راكم تشوفوا، يعني جا روعة، خفيف بزاف، يعني دهروا كمية كبيرة، جا كامل روعة. هنا كي نضنا الصباح بدينا نوجدوا قهوة حليب للناس اللي راهي تجي، باش ونحطوا ثاني معاه السفنج والكاطو، يعني كل ما يجي هكذا واحد ولا عائلة راح نحطوا قهوة حليب ونحطوا ثاني الحلوى ونحطوا السفنج. وهذه هي الحلوى اللي جابوها يعني لي زانفيتي اللي جاو للعرس، كاين بزاف جابوا سنيوة تاع الكاطو في يدهم، يعني كما راكم تشوفوا يعني كاين بزاف انواع تاع الحلوى. انا صورت غير شويه، ما قدرتش نصور كلش على بالكم العرس الناس يعني الدار معمره، صافي صورت غير شويه. حبيت برك نشارك معاكم هذه اللقطات وهذه العادات والتقاليد ديالنا. صافي تشوفوا العرس تاع منطقة تاع القبايل في الدار كيفاش داير. وهنا ثاني صباح كل وحده واش راهي تعاون، وحده راهي يعني
تمسح في الكوزينة، يعني دير كامل شغل تاع الكوزينة، وحدة راهي تسيق وحدة راهي طيب، يعني كل وحدة شادة بلاصتها. يعني هذه الحاجة المليحة. وهنا البنات راهم كامل الصباح يسيقوا الدار، نديروا يعني نيتواياج كامل الدار هكذا باش كي يجوا يعني الناس يلقاو الدار أنقية. وهنا ثاني كانوا يطيبوا الكسكس، يعني يعاودوا الكسكس. كاين نساء راه يتعاود الكسكس بصح المرقه وشرب فريك راح يطيبهم الطباخ. هنا بعد ما طاب الكسكس بداو يوجدوا في الطوابل باش يجوا الناس يتغذاو. هنا الفريك ثاني راهو طايب، بداو يعمروا فيه كما راكم تشوفوا، راح يستوي والناس راهي تلحق. صافي كي يلحقوا شويه راح يمدلهم ياكلوا هكذا باش شغل يسلكوا به باش يروحوا الكورطاج يجيبوا العروسه. وهنا ثاني كاين بعض النساء ثاني راهم يطيبوا فلفل حار يقلوه في الزيت هكذا. احنا دائما لازم الفلفل الحار يكون فوق الطبلة تاع العرس. يقشروا هذاك الفلفل ويحطوه فلفلات فوق هكذا في الطبسي، يحب يعني ياكل الحار ياكل. هنا ثاني هذو طوابل، يعني كانت البنات توجد هكذا طوابل، داروا طعام كما قلت لكم، شوربه فريك، حطوا الخبز هذاك الفلفل، قعد غير يحطوا الدجاج والديسير والكازوز هكذا. هذا هو يعني الماكله تاع العرس. وهنا في لاتيراس كان يعني لومبيونس تاع انسا روعه البنات، بصح ما قدرتش نصورها باش نصور الناس هكذا بدون اذن ونحطهم في القناه. صافي صورت غير هكذا شويه برك وين ما راهمش يبانوا. هنا ومن بعد كي يكملوا يعني تغذاو كامل الناس، هنا رانا خارجين نروحوا في الكورطاج هكذا باش نروحوا نجيبوا العروسه من دشره وواحده اخرى. هنا ثاني صورت لكم غير شويه كي الناس راهي تخرج، يعني هذا الكورطاج يعني ثاني روعه البنات، واحد الامبيونس، واحد الفرحه، يعني ما شاء الله. ربي يدوم الافراح ديالنا، وربي يجعل كل ايام هاد العرسان ايام تكون فيها فرحه ان شاء الله. ربي يهنيهم ان شاء الله، ولا اللي مازال ما تزوجش ان شاء الله، ان شاء الله تفرحوا كامل يا رب. هنا ثاني رانا في الكورطاج في الطريق، كانت واحد السخانه يعني بزاف بصح واحد لومبيونس، يعني راح تنسي كامل هذيك السخانه. وهذا الحلوى راح نستقبلوا به العروسه. هذه هي العاده ديالنا، نستقبلوا العروسه بحاجه حلوه، حلاوه والكرم. هادو راح ترميهم العروسه للور، والاطفال الصغار هكذا راح يرفدوا